يا مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من ترند الترندات. أحمد ومينا النهاردة جايين لكم. فين يا مينا؟ ايه الاخبار؟ احنا في وسط البلد، الدنيا زحمه اهو، باين ان احنا في وسط البلد. مفيش حد طبعا ما بينزلش وسط البلد، ودايما وسط البلد يعني محلات الأكل ومحلات الحلو. والنهارده في مفاجآت كتير مع فريق ترند الترندات. امشوا معانا وتابعونا وتعالوا نشوف ايه الجديد. يلا بينا. معانا 3 ترشيحات النهارده، يلا. ترند الترندات، بنعيش احلى اللحظات. اول ترشيح معانا، ايه رايك في اول ترشيح؟ بابا عبده. جينا للبابا. بابا عبده يعني التاريخ، يعني الذكريات، يعني الحكايات. بابا عبده موجود فين في بابا عبده؟ في وسط البلد، في ظهر حلواني العبد اللي في شارع طلعت حرب. ظهره بقى على طول بابا عبده، من اقدم محلات المكرونه والكشري اللي موجوده في وسط البلد. الناس اللي في المحافظات اللي مستغربه الاسم، بابا عبده اشهر محل بيبيع مكرونه في وسط البلد، موجود ورا العبد شارع طلعت حرب. اشهر واحد على الاطلاق بيبيع مكرونه بالكبده ومكرونه بالسجق. ايوه، بتهيألي انت مين اكيد كلت من عنده اكتر من مره. شعبيه، احنا اكلنا من عنده من زمن الزمن، هو فاتح بقاله سنين عمر. اول ترشيح معانا بابا عبده. تحيات الجيل الطيبين، تعالوا معانا. يلا بينا. تاني ترشيح معانا النهارده في ترند الترندات، اشهر عربيه كبده وسجق في وسط البلد. مين يا ميرو؟ اقدم عربيه كبده وسجق في وسط البلد، عربيه الكحلاوي. الكحلاوي يعني اقدم واشهر عربيه كبده وسجق. ورا البستان مول جنب هدى شعراوي، شارع هدى شعراوي. يعني مش قادر اقول لكم ذكرياته مع الناس كلها الراجل ده. العربيات القديمه جدا يعني مفيش حد نزل بس البلد ما كانش عاجبه. ومحافظ على مستواه. طبعا ياما اكلنا منه زمان، العربيات القديمه والحلوه قوي، وسعره على قد ليه. وسعره على قد ليه فعلا من زمان يعني، وهو متخصص في الكبده والسجق بس. تعالوا نشوف عنده ايه. يلا بينا يلا بينا مع احلى عربيه كبده وسجق في وسط البلد. ومعانا ثالث ترشيح ترند واختراع اصلا. تقول انت ولا اقول انا؟ قول انت. اسمه ايه؟ النهارده ثالث ترشيح معانا شاورما الحمراء قدام الازاز. شارع الحمراء. شارع الحمراء. هو يعني واخد شارع الحمراء من شاورما الحمراء. هو مطعم لبناني، بس ايه المختلف ما بينه وما بين كل المطاعم اللبنانية؟ السجق طبعا، هو اول حد يعمل سجق شاورما. ده منظر السيخ اصلا كده. يا بص، سيخ شاورما فراخ والسيخ لحمه وفي شاورما سجق. شاورما سجق. انا اول مره اشوف شاورما السجق، لونها غريب قوي. طب انا جوعت، يلا نطلب. يلا نرجع لهم تاني، يلا بينا. شارع الحمراء، ميدان ايه ده؟ طلعت حرب. ميدان طلعت حرب. يلا بينا.
ايه الاكل جه؟ ثالث ترشيح. شارع الحمراء. جبنا لكم من كل نوع، شاورما لحم، شاورما فراخ. شاورما سجق الترند بتاعنا النهارده. يلا معانا ايه اول حاجه؟ شوف ايه اللي هيطلع ده. ده واضح ان ده شاورما كايزر لحمه. ما شاء الله، لحمه مليان. عرض الكايزر واضح ان هو حاجه عرض وترند شاورما سجق. شاورما سجق انا اول مره اسمع. حمراء. معانا ايه تاني يا مينا؟ واسعارهم حلوه قوي يعني، سندوتش لا ب ورينا في تاني في عرض الكايزر ده. وفي بقى الفراخ. خش عليا، خش على الله. لا 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 لا, لا. كمية شغل عام. كمية الشاورما اللي بيحطها في الساندوتش لا حلوة كتير. ايوه دي حقيقة دي حقيقة. يعني ما تعالى بص معايا اللحمة ما شاء الله قد ايه. تتخيل كمية. لا شاورما شارع الحمراء احلى 3 انواع شاورما. هندوق ونرجع لكم. يلا بينا. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني بعد تجربة شاورما شارع الحمراء. مطعم. انا عايز اعرف بقى يا سمير. لا هو طبعا ترند ان هو اول مرة اشوف شاورما سجق. دي جديدة بقى. ده مبدئيا شاورما اطلع سيخ شاورما. لا لا لا، ده الطعم في حتة تانية. في حتة تانية تاني. لا 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 لا، انت هتتجنن. انا كنت باكل بكاك ازاي سجق وعاملينه شاورما وطعم سجق فعلا. لا شاورما اللحمة ايه رايك فيها؟ لا انا يعني شاورما اللحمة ايه رايك فيها؟ انا شايف بصراحة طبعا يعني الراجل السندوتش مليان جدا سواء اللحمة او الفراخ او الشاورما السجق. بصراحة حاطط كمية حلوة جدا والسعر مناسب جدا. عرض الكايزر كان عامل تقريبا 156. يعني مش كتير وكل حاجة كانت تمام. والشاورما الفراخ فعلا فراخ حلوه قوي. نوعيه الفراخ اللي بيستخدموها حلوه قوي. الصوصات طبعا مش هكلمكم على المطاعم اللبناني، هم اصلا يعني متميزين قوي في احنا نقدر نقول ان هو ترند جديد واحنا بنرشحه لكم بقوه. شارع الحمراء من شارع طلعت حرب هيعجب كل الناس تجربه. عنده 3 انواع شاورما، نقي اللي يعجبك بقى. ورجعنا لكم تاني ترند الترندات احمد ومينا وتجربه افضل 3 محلات او على قد الايد. كان مين يا مينا معانا النهارده؟ النهارده كانوا معانا 3 ترشيحات في وسط البلد، واحنا حاليا في قلب ميدان طلعت حرب. رمز وسط البلد، يعني وسط البلد نفسها. ايوه. ومين هم ال3 ترشيحات اللي كانوا معانا؟ اول ترشيح كان مين؟ كان معانا في اول ترشيح بابا عبده، اشهر محل مكرونه في وسط البلد من ايام جيل الطيبين. كشري، مكرونه بالكبده، مكرونه بالسجق. رقم 1 بالامانه في مصر كلها. انا شفته بيعمل مكرونه بالكبده، انا 100 دوت زيه وزي ما هو زي زمان. تاني ترشيح معانا يا مينا كان مين؟ تاني ترشيح معانا كان مطعم الكحلاوي او عربيه الكحلاوي. اشهر عربيه كبده وسجق في وسط البلد بجوار مقهى هدى سلطان وشارع هدى سلطان ورا البستان على طول. ورا مول البستان. يعني تاريخ برضه من ايام جيل الطيبين. تاني ترشيح بقى كان هو ده ترند جديد بقى ومطعم يعني مش حديث، مطعم لبناني. احنا جبنا لكم اول محل بيعمل شاورما سجق في مصر. صح. شارع الحمراء في وسط البلد من شارع طلعت حرب. 3 ترشيحات كنا معاكم النهارده، يا رب يكونوا عجبوكم. وما تنسوش يعملوا يا مينا شير ولايك وسبسكرايب، اشترك في القناه، فعل زر الجرس. ونشكر جدا الدعم اللي جاي لنا كل الناس سواء من جوه مصر او من بره مصر. لا احنا بنقص يعني بصراحه التحيه لاهل الجزائر. يعني الف شكر على الكومنتات والرسائل الحلوه. احنا بنشكركم جدا 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 من يعني. الدوله العربيه. لا لينا وانا بشجع كل الشبراوي في اي حته يعني. قولا واحدا. نقول سلام. انبسطت بتجربتنا وسط البلد، كانت تجربه جميله فعلا. رجعتنا كده لايام الماضي. ترند الترندات احمد ومينا. سلام.